ازاي البنوك بتضحك عليك وانت مش دريان؟ اعمل سيف للفيديو ده عشان هتحتاجه وابعته لاي حد تعرفه يكون بيتعامل مع البنك ومش عارف ازاي بيضحك عليه. تعالى مثلا نفترض انك عملت شهاده بقيمه مليون جنيه لمده سنتين بفايده 20% في السنه، يعني في السنتين هتاخد 40%، يعني هتاخد فوائد 400,000 جنيه خلال السنتين. هنا البنك هيفضل محتفظ بالمليون جنيه عنده لمده سنتين وهيدفع لك بس ال 400,000 جنيه فوائد على مدار السنتين. لكن لو حضرتك خدت من البنك قرض بمليون جنيه لمده سنتين مثلا بفايده 20% برضو، حضرتك هتدفع للبنك المليون و400,000 جنيه على مدار السنتين. يعني هتفضل كل شهر تدفع جزء من المليون جنيه اللي انت خدتها زائد الفوائد. يعني بعد سنه مثلا من السنتين هتكون دافع 700,000 من المليون و400,000 اللي عليك، اللي هم عباره عن 500,000 من المليون اللي هم اصل المبلغ و200,000 من ال 400 الفوائد. طب ما انت كده بعد اول سنه تعتبر مقترض نص مليون بس، لانك رجعت النص التاني خلاص وبقى مع البنك مش معاك. يبقى المفروض تدفع فوائد 20% على ال 500 الباقيين، يعني المفروض الفايده تبقى 100,000 مش 200,000. لا، حضرتك برضو بتدفع 200,000 جنيه عادي لان الفايده ثابته عليك من اول القرض. لا، وكمان بتدفعها كل شهر. ده انت كل شهر بيعدي المفروض الفايده تقل عليك لانك سددت جزء من اللي انت استلفته، لكن للاسف انت بتدفع فوائد على فلوس حرفيا انت رجعتها. لو الفايده 20% فعلا يبقى المفروض المليون جنيه دي تفضل معاك لمده سنتين وبعدين ترجعها وتدفع بس الفوائد زي ما البنك بيعمل في الشهاده. لكن بنظام القرض حضرتك كده دافع اكتر من 50% فوائد وانت مش حاسس. عشان كده لو حد قال لك خلي فلوسك في البنك شهاده وخد بضمان الشهاده قرض، قول له لا طبعا، لانك لو حطيت قسط القرض اللي هتدفعه كل شهر في حساب توفير هتجمع مبلغ اكبر بكتير من الشهاده. وخليك دايما عارف ان الفوائد على الشهادات حاجه والفوائد على القروض حاجه تانية خالص، حتى لو اتقال لك نفس نسبه الفايده على الاثنين. انا سامي صموئيل، وما تنساش تعمل فولو.